تقصير الفتى الذي عاهد أمه ألا يكذب. يحكى أن غلاما هاجر طالبا للعلم وعمره لم يتجاوز 12 سنة، وقبل أن يغادر قال لأمه: يا أماه أوصني. فقالت له أمه وهي تتحسر من وجع الفراق: يا بني، أريدك أن تعاهدني على ألا تكذب مهما كان. فوافق الغلام على العهد، ثم ودعها وركب دابته ذاهبا مع قافلة التجار، وكانت معه 400 درهم ينفق منها في غربته. وفي الطريق استوقفهم قطاع الطرق ونهبوا أموال كل أفراد القافلة، ثم التفتوا إلى الفتى وقالوا له: أمعك مال يا غلام؟ فقال لهم على الفور: نعم، معي 400 درهم. فسخروا منه وقالوا له: أتهزأ بنا يا غلام؟ انصرف ولا تمازحنا، أمثلك يحمل معه 400 درهم؟ فتعالت ضحكاتهم استهزاء وسخرية، فابتعد الغلام عنهم مذعورا. ولما عاد اللصوص إلى زعيمهم محملين بالأموال التي نهبوها من القافلة ووضعوها بين يديه، سألهم: أهذه كل أموال القافلة؟ فقالوا له: نعم يا زعيمنا، ولكن حدثت لنا واقعة مع غلام صغير يرافقهم، فقد سألناه إن كان معه مال، فأجاب على الفور بأنه يملك 400 درهم، فضحكنا من حاله، إذ كيف سيكون معه هذا المبلغ وهو طفل صغير؟ فقال لهم زعيمهم: آتوني به على الفور. عادوا بسرعة إلى القافلة، فوجدوها ما زالت في مكانها تتحسر مما أصابها، فاقتادوا الغلام إلى زعيمهم الذي سأله إن كان معه مال، فأجابه الغلام بكل ثقة: نعم، معي 400 درهم. فأخذها منه وعدها فوجدها 400 درهم بالتمام والكمال، فسأله في تعجب: لماذا صدقتني في كلامك وأنت تعلم أن مالك هذا إلى ضياع؟ فقال له الغلام: ما كنت لأكذب عليك، وقد عاهدت أمي على ألا أكذب على أحد. تعجب رئيس اللصوص وأخذ يتأمل صراحة الغلام ومدى صدق حديثه والتزامه بالعهد لوصية والدته، فخشع قلبه واقشعر بدنه، وباشر الغلام بالكلام قائلا: عجبت لك يا غلام، تخاف أن تخون عهد أمك، وأنا لا أخاف عهد الله عز وجل. يا فتى، خذ مالك وانصرف آمنا، وأنا أعاهد الله أنني قد تبت إليه على يديك توبة لا أعصيه بعدها أبدا. وفي المساء عاد أصحابه اللصوص وهم يحملون المسروقات ليسلموها لقائدهم، فوجدوه خاشعا يبكي ندما من الضياع الذي يعيشه هو وأتباعه، فقال لهم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأنا تبت إلى الله اليوم ولن أعود لهذا الفعل أبدا. ولما حكى لهم قصته مع الغلام قالوا له: تبنا إلى الله جميعا،